وهناك شاف انابيب اكسجين فاضيه، فقرر انه يستخدمها ويعمل مركب صغير بيها. وفعلا جهز نفسه وعمل القارب وركب فيه وبدا يتحرك. وقتها الصياد كان متوقع ان المركب الكبير تغرق بسرعه، لكن بيتفاجئ ان المركب ما حصلهاش حاجه، فقرر انه يرجع للمركب تاني لانها امن من القارب الصغير اللي عمله. بعد كده بدا يصلح في الجزء المكسور اللي فيها اللي بيجيب ميه. بعد كده عمل مضخه وسحب الميه من المركب، وكمان شغل الراديو عشان يتواصل مع اي حد موجود او قريب منه، لكن للاسف ما فيش اي رد ولا حد بيجاوبه. بعد كده بينزل تحت في المركب ويحاول انه يصلح العطل اللي فيه. فجاه بيشوف سفينه شحن قريبه منه، راح ركب المركب الصغير اللي عمله ومشي في اتجاه السفينه على امل ان حد يشوفه ويساعده. فجاه بيلقى المركب الملعون اشتغل وحده وجاي وراه. ساعتها الصياد كان هيتجنن من اللي بيحصل وعاوز يعرف الشخص الموجود على قارب وشغله. فجاه سرعه القارب الملعون بتزيد وكانت داخله على الصياد عشان تموته، لكن الصياد بينقذ نفسه وينط في اخر لحظه في الميه. بعد كده المركب بتلف حواليه وتقف وحدها وتروح جنبيه. وقتها الصياد بيتاكد ان المركب دي ملعونه او مسكونه لانها مركب مش طبيعيه. وقتها قرر ان ما يركبش المركب الملعونه دي مره تانية ويعوم بعيد عنها، وفضل موجود في الميه والليل دخل عليه. بعد كده بيحس ان في حركه مش طبيعيه تحتيه في الميه، وفكر ان في اسماك مفترسه جايه تهجم عليه، ومن حسن حظه بتكون اسماك الدلافين هي اللي بتلف حواليه. وفضل يسلي نفسه ويلعب معاهم شويه. بعد كده المركب الملعونه بتدخل عليه. في اللحظه دي الصياد كان بردان وكان خايف وكان جاب اخره. راح قرر انه يصعد المركب مره تانية ونزل تحت في المركب ونام لحد الصبح. ولما صحي لقى المركب ماشي لوحده بسرعه جنونيه. ساعتها بيحاول يفتح باب الكابينه عشان يخرج، لكن للاسف الباب بيكون سكر عليه مره تانية. بعد شويه بيسمع صوت مرعب جاي من الحمام. ساعتها بيشوف باب صغير موجود والفتحه دي بتودي على غرفه التخزين. فقرر انه يستخدم الفتحه دي ويطلع منها. وبعد ما دخل جواها الفتحه بتتقفل عليه وبيتحبس مره تانية في مكان زي القبر. بعد كده بدا يحاول يطلع باي شكل من المكان ده، لكن للاسف كل محاولاته بتفشل. ساعتها انهار وفضل يبكي ويعيط وساج يترجى في اللي بيعمل فيه كده ان كفايه كده وينقذه ويساعده ويطلعه من المكان اللي هو فيه. بعد شويه المركب بتكون رايحه على ساحل المدينه، ودي بتكون فرصه الصياد الاخيره علشان يشاور لحد يجي ينقذه ويساعده، لكن للاسف الغرفه بتكون مقفوله كويس لحد ما بدا نفسه يتعب. فجاه باب الغرفه بيتفتح لوحده. ساعتها كان مرعوب وفضل يبص يمين وشمال لكن مش بيشوف اي حد موجود. بعد كده بيطلع على سطح المركب بسرعه. ساعتها المركب بيكون قرب جدا من الساحل. بعد كده الصياد بينزل بسرعه من المركب وما كانش مصدق نفسه انه خرج من المركب بسلام. في اللحظه دي بيلاقي نفسه موجود في بلد غريبه ومهجوره وما فيهاش اي حد موجود. وبيقرر انه يمسك حديده ويدور على الشخص اللي كان موجود معاه في المركب، ويفضل يدور في المكان على الشخص اللي كان موجود معاه على قارب، لكن ما يلاقاش حد ويلاقي المباني كلها مهجوره. فجاه بيلاقي المركب الملعون بتتحرك وحدها وبعد كده اختفت من المكان. وقتها الصياد بيترعب وقعد يلف حواليه ومش فاهم ايه اللي بيحصل. بعد كده بدا يتمشى في البلد العجيبه ديت لحد ما راح مكان تاني جديد، والمفاجاه ان هو نفس المكان اللي كان في بدايه الفيلم، وكمان لقي مركبه موجود مكانه. وقتها الصياد كان هيتجنن رسميا ومش عارف منين يودي على فين. بعد كده بياخدوا المركب بتاعه ويتحرك بيها، وبكده يخلص الفيلم.